الفيلم بيبدأ في مطار الفلبين، وهناك بيتم ترحيل أخطر المجرمين من الفلبين علشان يرجعوهم كوريا الجنوبية. وفي اللحظة اللي المساجين دول كانوا خلاص هيدخلوا فيها المطار، فجأة وبدون مقدمات واحد من وسط الزحمة بيصرخ بصوت عالي وبيجري لقدام، وكان بيحاول باستماتة إنه يوصل لواحد معين من المساجين دول. وقبل ما الشرطة تلحق تفهم أي حاجة أو تستوعب الموقف اللي بيحصل بسرعة، الراجل ده داس على ريموت قنبلة كان مخبيها جوه شنطته. الانفجار كان قوي ومروع لدرجة إن ضباط كتير وأكتر من 30 مسافر بيتصابوا إصابات خطيرة جدا وحالتهم كانت صعبة. لكن الشيء المذهل والغريب اللي حير الكل إن كل المساجين دول ما حصلش فيهم خدش واحد ولا تأثروا بالانفجار. بعد الحادثة المرعبة دي ب5 سنين بدأت التجهيزات مرة تانية علشان يجيبوا نفس المجرمين دول لكوريا الجنوبية المرة دي. وعلشان يتفادوا الغلطة الكارثية اللي حصلت المرة اللي فاتت، أخدوا قرار حاسم إنهم مش هينقلوهم بالطيارة، هينقلوهم عن طريق سفينة بضايع. المجرمين دول خطر لدرجة إنهم جابوا فرقة قوات خاصة ومدربة علشان تنقلهم للمينا، وفضوا المنطقة كلها تماما من الناس العادية علشان ما يكونش فيه أي خسائر. وكل حركة كانت بتتصور وتتراقب بدقة عن طريق الدرونز والأقمار الصناعية، لأن أي غلطة صغيرة ممكن تكرر الكارثة اللي حصلت من 5 سنين وتسبب مأساة جديدة. أثناء التفتيش بنشوف الضابط لي وهو بيضرب واحد من المجرمين اللي جسمه كله متغطي تاتو بمنتهى القسوة والوحشية. الحقيقة إن بينهم عداوة قديمة من زمان، وكل ما ليه يكون متعصب بيطلع غضبه كله في المسجون ده تحديدا. المسجون ده اسمه بارك، وده مش مجرم عادي، ده سفاح قتل ناس كتير واعتدى على بنت، ودلوقتي رايح كوريا علشان ياخد عقابه اللي يستحقه. وفي نفس الوقت ده بنشوف مسجون تاني شكله هادي جدا وغلبان وملامحه بريئة، بس ده ما بيكونش حد غريب، ده يبقى أنا. وهتتصدموا وتتفاجئوا لما تعرفوا إن أنا في الحقيقة أخطر إنسان وسط كل المساجين دول، بس لحد دلوقتي محدش لسه شم خبر بالموضوع ده ولا حد شاكك فيا. وفي الوقت ده بيوصل دكتور والممرضة بتاعته للمينا علشان يسافروا معانا في نفس الرحلة. وعلى الناحية التانية بيوصل وونج اللي هو رئيس المهمة دي كلها لغرفة التحكم، وأول ما وصل رجالته طردوا كل الموظفين الموجودين وسيطروا على السيستم بالكامل علشان هم اللي يمشوا الليلة. وفي الوقت ده ركبونا كلنا كمساجين جوه السفينة، والضابط ليه وقف علشان يدينا كلنا تحذير شديد اللهجة. قال لنا بصوت عالي وصارم إننا دلوقتي بقينا في نص البحر، فمحدش يحاول يهرب، لأن لو حد اتمسك الأوامر صريحة ومباشرة، بنضرب النار عليه فورا وبدون تفاهم. كل ضابط ومسؤول واقف في مكانه علشان يأمنوا السفينة. وفي الناحية التانية بنشوف الدكتور بدأ يعبي حقن في شنطته في السر ومن غير ما حد ياخد باله، وبعدها ومن غير ما يقول لحد بدأ ينزل ناحية البدروم ببطء حذر. وفي طريقه وهو نازل قابل شرطة، بس الغريبة والمثيرة للدهشة إن محدش شك فيه خالص ولا حد وقف. الدكتور كمل طريقه وكان معاه خريطة سرية وصلته لجزء مخفي في السفينة، حتى طاقم العمل نفسهم ما يعرفوش عنه حاجة. جوه المكان السري ده لقى بلطجية واقفين بيحرسوا جثة لشخص اسمه ألفا. بنشوف إن عينه مقفولة بالخياطة ومحطوط على بقه ماسك أكسجين، وده بيوضح لنا بشكل قاطع إنه ما ماتش، ده عايش بالعافية ومخلينه عايش غصب عنه في الحالة دي. أول ما الدكتور فتح بقه علشان يفحصه لقى دود بيزحف جواه، منظر يقرف جدا خلاه يشمئز ويقرف من اللي شافه. وفجأة واحد من البلطجية زعق ليه وقال له بحدة بطل رغي وكلام كتير واعمل شغلك وامشي من هنا. الدكتور عمل اللي اتطلب منه بالظبط وحقن الجسم بمخدر في صمت تام. وهو ماشي وخارج واحد من البلطجية فكره وحذره وقال له لازم الحقنة دي تتاخد كل 6 ساعات بالظبط وإلا ألفا هيصحى، ولو ده حصل مفيش مخلوق هيفضل عايش على السفينة دي كلها. وفجأة بنشوف إنه مخبي حتة حديدة صغيرة جوه بقه ومحدش عارف هو مخبيها من امتى ولا جابها منين. وبعد شوية لما الشرطة بعدت للحظات عن أماكنها، بارك استغل الفرصة وطلع الحديدة من بقه وبدأ يفك الكلبشات واحدة واحدة وبهدوء. مسجون جنبه شافه وهو بيعمل كده والأمل دب فيه إنهم ممكن يهربوا من المكان ده. وفي نفس الوقت بنشوف ناس شغالين في المطبخ تبع العصابة ومزروعين وسط الطاقم. واحد منهم كسر أقفال الزنازين دي للمساجين من تحت لتحت ومن غير ما حد يحس. وبعدين الراجل ده راف هو وأصحابه لأوضة مليانة أسلحة وذخيرة، خدوا كل السلاح اللي طالته إيدهم وشالوه ومشوا في هدوء وحذر. بس وهم ماشيين في الطريق ورايحين ينفذوا الخطة، واحد شنطته خبطت في ماسورة وعملت صوت عالي. الشرطة اللي كانت واقفة قريب انتبهت فورا للصوت ده. القائد بتاعهم حاول يكذب ويلم الدور بسرعة ويقول أي حجة، بس ضابط عينه جت على السلاح اللي معاهم، وقبل ما الضابط يلحق يفهم أو يبلغ باللي شافه هجموا عليه فجأة وقتلوه بوحشية. وعلشان يداروا الجريمة ويمحوا الأثر خبوا جثة الشرطي في الفريزر
الجزر بتاع السفينة وكملوا طريقهم بسرعة. بعد كده وصلوا لكابينة القيادة واقتحموها وقتلوا كل موظفي السفينة الموجودين هناك، وسابوا 2 بس أحياء علشان يسوقوا السفينة تحت تهديد السلاح. الناس دول قطعوا خطوط التليفون علشان يمنعوا أي اتصال بأي دولة خارجية، وواحد منهم طلع فوق السفينة وقطع الخط الرئيسي بتاع الاتصالات علشان موقع السفينة يختفي تماما ومحدش في كوريا يقدر يشوف مكانهم أو يعرف هم فين. جوه السفينة الشرطية ديان لاحظت إن جهاز اللاسلكي قاطع إشارة ومش شغال. حاولت تكلم فريقها كذا مرة ومفيش أي رد، فقررت تطلع بنفسها فوق تشوف فيه إيه وتفهم اللي بيحصل. وعلى الجانب التاني المسجون اللي كان مع بارك كان بيحاول يفك الكلبش، فايده خبطت في ماسورة بالغلط وعملت صوت. الشرطي سمع الصوت وجا شاف ان القفل مكسور وكان هياخد رد فعل سريع ويضرب جرس الانذار، بس بارك هاجم عليه من ظهره بغدر، ضربه جامد جدا وكسر له راسه قتله في مكانه. باقي رجالة بارك انطلقوا يقتلوا في الضباط لحد ما وصلوا للزنازين، وفي الوقت ده عملوا مجزرة حقيقية وكمية دم وموت ملهاش حد. بارك أمر رجالته بقتل الجميع بلا رحمة وغرز السكينة في قلب ضابط وفضل يتفرج عليه وهو بيموت ببطء وبيتألم قدامه. ومش بس كده، ده قلع بنطلونه وعمل حمام على الجثة علشان يرتاح نفسيا ويحس بالانتصار. في الوقت ده الضابطة ديون وهي بتدور على ليه طلعت على السطح، وأول ما شافت الدكتور طالع سألته كنت بتعمل ايه تحت؟ الدكتور ارتبك جدا وكان بيحاول يألف كدبة في سره، بس وصول الضابط ليه في اللحظة دي أنقذه من الموقف. وفي نفس اللحظة دي ضابط تاني شاف واحد نازل من برج الأقمار الصناعية وفي إيده فاس، وفهم إن في مصيبة بتحصل وجري يبلغ الكابينة. تحت بقى رجالة بارك حرروا كل المساجين وطلعوهم، بس بارك هو اللي كان ممشي كلامه ومسيطر على الكل. واحد من المساجين حب يعمل فيها صايع وسأل فين الشرطة البنات علشان يتسلى معاهم. بارك سمع الكلام ده وبدون تفكير ضربه طلقة وقتله في ثانية، وببرود أعصاب قال دول كلهم بتوعي أنا، وبعد شوية حررني أنا كمان. وبارك عرفني من 10 سنين وقال لي وهو بيبصلي فات 10 سنين وشكلك ما تغيرش خالص، وحذر باقي المساجين مني وقال لهم بصوت مرعب ما تغركوش ملامحه الهادية دي، لو عرفتوا عمل ايه هتعملوها على روحكم من الرعب. انا كنت عايز اروح كوريا، بس بارك قلب الموضوع وقال بصراحة السفينة دي مش هتروح في حتة واحنا هنفضل هنا. ليه ما كانش يعرف بالكلام ده، ولما وصل مع فريقه لكابينة القيادة اتفاجئوا بجثث الطاقم العمل مرمية في كل حتة، وفجأة انهال عليهم الرصاص من المجرمين المستخبيين في الكمين. في الهجوم ده مات ناس، بس ليه ودايون وناس تانية نجوا بالعجوبة. واحد من المجرمين هدد يقتل واحد من الطاقم وحط المسدس على راسه علشان يبتزهم، وخطته كانت هتنجح، بس دايون بذكاء وقعته وليه استغل الفرصة وقتله فوراً. الطيار قال لهم إن في تليفون قمر صناعي موجود في غرفة المحركات ممكن يكلموا بيه كوريا ويطلبوا الدعم. دكتور السفينة سمع ضرب النار فخاف وسأل الممرضة لو سمعت صوت رصاص، بس هي كانت سكرانة وافتكرته إنه بيهزر وقالت له هطلع أشوف، فالدكتور منعها وقفل الباب بالمفتاح عليها علشان يحميها. في الوقت ده الشرطة كانت فاكرة إن المجرمين هم الخطر الأكبر عليهم، والمجرمين فاكرين إن الشرطة هم العدو الوحيد ليهم، لكن الحقيقة المرعبة إن محدش فيهم عنده أي فكرة إن الخطر الحقيقي والموت المؤكد مستنيهم تحت في بطن السفينة، لأن ألفا صحي وفاق من غيبوبته لما ما خدش الحقنة المخدرة في ميعادها المحدد. في نفس اللحظات دي بارك بياخد رجالته وبيتحرك ناحية غرفة المحركات، وطول الطريق أي حد من العمال الغلابة بيقابلوه بيقتلوه فورا من غير ما يوقفوا لحظة. وأول ما بيدخل غرفة المحركات بيصفوا كل الناس اللي باقية هناك، وبيمسك تليفون القمر الصناعي ويكسره ويدمره تماما، وبكده بيقطعوا آخر أمل للاتصال بالعالم الخارجي. كبير المهندسين كان واقف بيترعش وقال لهم السفينة دي مش ممكن تمشي من غيري، بس المساجين ضحكوا عليه بسخرية وقالوا له زمايلك قالوا نفس الكلام ده بالظبط قبل ما يموتوا. بارك كان بيجهز نفسه علشان يقتله، بس أنا اتدخلت بسرعة ومنعته وقلت بجدية كفاية كده. الأمور زادت عن حدها، الجو اتكهرب وكنا خلاص هنمسك في بعض وهتحصل خناقة كبيرة، لولا إن ليه وفريقه وصلوا وحصرونا من كل ناحية. في اللحظة دي المهندس صرخ وقال محدش يضرب نار هنا، لكن للأسف مفيش حد من الموجودين كان مستعد يسمع صوت العقل. بارك كان كل اللي في دماغه إنه يمسك ليه ويعذبه ويموته ببطء، وليه كان واقف قدامه مش خايف رغم إنه خسر سلاحه. وفجأة بدأت معركة دموية رهيبة بين الطرفين، فوضى ملهاش مثيل، ناس بتدبح في ناس وناس بتكسر رؤوس ناس. وفي وسط المعمعة والضرب ده واحد من المجرمين حاول يهرب ويجري، بس فجأة لقى ألفا واقف في وشه زي الجبل. ألفا وبدون مقدمات ضربه
ضربوا ركلة قوية جدا لدرجة إن جسم الراجل ده حصلت له حاجة مرعبة، أعضاؤه اتفجرت وجسمه بقى حتت صغيرة متطايرة في الهواء. المنظر ده خلى الكل يتسمر في مكانه، مصدومين بيبصوا للوحش اللي ظهر ده، فبص لهم نظرة باردة ومخيفة كأنه بيعمل لهم مسح علشان يحدد أهدافه. وبعدها مسك سكينة وبدأ يقطع في الناس زي الجزار اللي بيذبح مواشي، كأنه مخلوق لهدف واحد بس وهو القتل، ومش بيميز مين معاه ومين عليه، الكل بيموت. وفي لقطة مرعبة مسك راس واحد من المجرمين وضغط عليها بصوابعه بقوة جبارة لدرجة إن صوابعه دخلت جوه الجمجمة وراسه اتفعصت وانطبقت. الكل كان واقف بيترعش وركبه بتخبط في بعض من الخوف، إلا أنا كنت واقف بثبات ومش خايف من ألفا خالص. ليه حاول بشجاعة يهجم عليه، بس ألفا ضربه بمنتهى القسوة ورماه بعيد. بارك مسك مسدس وفض فيه الخزنة كلها ورا بعض. الرصاص كان بيدخل جسمه، بس الصدمة إنه ولا كأنه بيحس بحاجة. الجروح كانت بتتقفل وتتلم تاني بسرعة رهيبة جدا، وده خلاهم يفهموا إن قتله شبه مستحيل. باقي ناس استغلت الفرصة وهربت علشان تنقذ حياتها، بس ألفا ما سابش بارك في حاله، ودلوقتي بقوا وش الوش. لكن بارك بغروره وجنونه لسه ما فهمش إنه واقف قدام قوة مش من البشر. ألفا مسك مطرقة تقيلة كانت جنبه، وبضربة واحدة كسر لبارك دراعاته الاتنين، وبعدها نزل بنفس المطرقة ضرب متواصل على راسه لحد ما هرسها تماما. ألفا لف ومسك ليه وكان خلاص هيقتله، بس أنا نطيت في النص في آخر لحظة وأنقذته من بين إيديه. الشرطية ديان ضربت نار عليه، بس جسم ألفا بيعالج نفسه في ثواني، وجسمه كان تقيل وضخم وقوي لدرجة إن أي محاولة لزقه أو تحريكه كانت مستحيلة. هربنا كلنا بالعافية من قدامه، وأنا حاولت أقفل بوابة حديد تقيلة وضخمة علشان نحجزه. ألفا كان بيزق البوابة بكل قوته وكان خلاص هيكسرها، بس أنا جمعت كل قوتي وضربته ركلة قوية جدا زقته لورا، وقدرنا نقفل الباب في اللحظة الحاسمة دي. في الوقت ده وانج كان في غرفة التحكم وبيراقب السفينة عن طريق الأقمار الصناعية وهي في نص البحر. الصور الحرارية والبيانات أكدت له إن في مصيبة حصلت وإن المساجين سيطروا على السفينة. تليفونه كان بيرن وهو بيحاول يطنشه، بس في الآخر اضطر يرد. كان مديره على الخط وبيزعق له بعصبية وبيأمره إنه لازم يروح السفينة فوراً ويجيب ألفا. وانج حاول يفهمه وقال دي مخاطرة كبيرة جدا، بس المدير اتعصب أكتر لما سمع الكلام ده وأصر على أوامره. وفي اللقطة دي بنشوف إن المدير عنده نفس الوشم اللي موجود على صدر ألفا، وده بيوضح لنا حقيقة مهمة، إن ألفا مش الوحيد اللي عنده قوة خارقة، ده في غيره. وانج قفل السكة وهو غضبان وضرب عمود كهرباء جنبه بوكس، ومن قوة الضربة العمود اتعوج. وفهمنا هنا إن وانج هو كمان عنده قوة خارقة. نرجع للسفينة. القبطان حاول يهرب وينفد بجلده عن طريق قارب النجاة، وهو بينزله وبيركبه ألفا وصل له وبمنتهى الوحشية قطع القبطان والمساعد بتاعه حتت. ومش بس كده، ده دمر قارب النجاة وكسره علشان يضمن إن مفيش مخلوق يقدر يهرب من السفينة. في مكان تاني الممرضة كانت في غرفتها وسمعت صوت خبط ورزع عالي ومرعب على بابها، ورغم إن الدكتور كان محذرها ومنعها تفتح، الفضول والخوف خلوها تروح تبص ببطء وتفتح الباب. وأول ما بصت ألفا كان في وشها، مسك رقبتها بإيده وعصرها بقوة لدرجة إن عروق رقبتها انفجرت والدم طرطش قدام عين الدكتور اللي كان بيراقب من بعيد. الدكتور شاف المنظر المرعب ده وفهم إنه لو وقف مكانه ثانية واحدة هيموت، فجمع كل طاقته وهرب يجري في الممرات وخبط في لي اللي كان بيدور عليه. لي مسكه وسأله أنت تعرف إيه؟ قول الحقيقة. الدكتور وهو بينهج حكاله كل حاجة. قال له إن مشروع ألفا ده كان تجربة سرية وغير قانونية لشركة اسمها يونجين تكس. الشركة دي كانت عاملة إنها بتنتج أدوية بتخلي الإنسان يفضل شاب لمدة 10 سنين، بس الحقيقة إنهم كانوا بيصنعوا بشر خارقين علشان يستخدموهم كأسلحة فتاكة. الدكتور افتكر إنه نسي شنطة الإسعافات في البدروم، فليه قال لهم انزلوا انتوا تحت استخبوا وأنا هطلع أشوف لو في حد لسه عايش. في الوقت ده بنشوف مجموعة من السجينات الستات قدروا بذكاء يمسكوا ضابطة ويخلوها رهينة عندهم، وكان في 2 رجالة بيحرسوا الباب من بره. فجأة سمعوا صوت خبط مرعب، وفي لحظة الباب طار من مكانه ووقع بقوة على واحدة من السجينات، وألفا دخل وداس برجله على وشها وهرسوا تماما. الشرطية الرهينة كانت بتصرخ، بس ألفا راح لها وقتلها بوحشية بالسكينة وغرزها في جسمها كذا مرة. واللي حاولوا يهربوا من الستات ألفا جابهم ودبحهم واحد ورا التاني
الياباني بلا رحمة. الدكتور وصل معانا للبدروم، وهناك شاف جثة الحراس مرمية والدم مالي المكان، وعرف إن حصلت هنا مجزرة دموية. لقى شنطة الإسعافات بتاعته هناك، وبدأ يخيط جرح كبير في رجل واحد من المساجين، وأنا خبيت الجرح اللي عندي علشان محدش يشوفه ويشك فيا. في الوقت ده دايون لقت ملف سري مرمي، فتحته ولقت فيه صورة ألفا واسمه الحقيقي، والمفاجأة كانت في تاريخ ميلاده، مكتوب إنه مواليد 1911، يعني الراجل ده عنده حوالي 110 سنة. الملف كان فيه تفاصيل تاريخه، إنه كان جندي كوري اتجبر يحارب مع الجيش الياباني سنة 1943 في الحرب العالمية الثانية، وفي الحرب دي خسر دراعه وما بقاش ليه لازمة كجندي، فقرروا يحبسوه ويعملوا عليه تجارب علمية غريبة ووحشية. الدكتور كمل قراية وقال إن التجارب دي حولته لكائن عنيف جدا، وزودت قوته الجسدية لأضعاف قوة البشر العاديين. وبنرجع بذكرياتنا لفلاش باك سنة 1943. بنشوف ألفا نايم على سرير العمليات وجسمه متقطع ومتخيط بطريقة بشعة، والدكاترة والضباط اليابانيين واقفين بيسقفوا وفرحانين بنجاح العملية. بس صوتهم العالي ده خلى القلب بتاع ألفا يدق بسرعة جنونية وصحاه من البنج. أول ما فتح عينه قام بحالة هياج وذبح كل اللي كانوا في الأوضة واحد ورا التاني. الجنود ضربوه بالرصاص بس مفيش فايدة، فهموا ساعتها إنهم صنعوا وحش مش هيقدروا يسيطروا عليه. دكتور منهم خرج وجري وقفل الباب الحديد على ألفا وافتكر إنه نجا، بس ألفا وهو جوه ومن غير ما يشوفه ضربوا طلقة اخترقت الباب وجت في نص راس الدكتور ومات في مكانه. نرجع للسفينة وإزاي ألفا وصل هنا، ده لغز كبير. ليه وصل لمنطقة زنازين الستات؟ ما لقاش غير جثث، بس لقى واحدة مقتولة بطريقة بشعة لدرجة إنها ما عرفتش حتى ترفع إيديها تدافع عن نفسها. ناس تانية حاولت تستخبى جوه الأسانسير، بس ألفا نط فوق كابينة الأسانسير وقطع كابلات الفولاذ بإيده كأنها خيوط، ومسك واحد ورفعه من فتحة السقف وقطعه حتت ورماه. ليه وصل متأخر بس لحق يمد إيده وينقذ واحدة من الستات ويسحبها من الأسانسير، لكن كان في واحد تاني جوه فضل ماسك في رجل ألفا وبيحاول يعطله علشان يديهم فرصة يهربوا. وفي ثواني كابلات الأسانسير اتقطعت كلها ووقع بيهم وانفجر تحت بصوت عالي جدا، سمعوا كل اللي في السفينة. ليه بص من فوق وشاف إن ألفا لسه بيتحرك وعايش وسط النار والحطام. في الوقت ده طيارة هليكوبتر وصلت ونزل منها وونج ورجالته على سطح السفينة، وقبل ما يبدأوا الهجوم كل واحد فيهم حقن نفسه بمصل خاص بيديهم قوة خارقة مؤقتة علشان يقدروا يواجهوا الوحش. ليه أخد السجينة اللي أنقذها وجري يستخبى في المطبخ، خباها جوه الفريزر الكبير وقفل عليها الباب وقال لها ما تطلعيش صوت. فجأة ألفا اقتحم المطبخ وكسر الباب. ليه ضربه بكل الرصاص اللي معاه بس مفيش أي تأثير. ألفا شاله ورزعه في الأرض وبهدله يمين وشمال، بس ليه كان مقاتل عنيد وما استسلمش. غرز السكينة في إيد ألفا، ولما لقى مفيش فايدة مسك دراع ألفا وفضل يعض لحد ما قطع حتة لحم من دراعه وفصلها. ليه ما كانش خايف من الموت، بس في النهاية ألفا ضربه ركلة قاتلة كسرت رقبته ومات ليه في الحال. في اللحظة دي السجينة اللي جوه الفريزر غصب عنها طلع منها صوت خفيف، وألفا لقط الصوت. السجينة كتمت نفسها وعملت نفسها ميتة وسط الجثث اللي كانت مخبياها العصابة في الفريزر من الأول. ألفا دخل، هو ما بيشوفش بعينه المخيطة بس بيحس بحرارة الأجسام، لكن عشان الفريزر كان متلج وبارد جدا ما قدرش يميز جسمها من الجثث الباردة. قرب منها جدا لدرجة إن أنفاسه كانت بتلمس وشها وهي كانت هتموت من الرعب. بس فجأة صوت مروحة الهليكوبتر بره شتت انتباهه وخلاه يمشي ويسيب المطبخ. وونج دخل السفينة مع رجالته وشاف الجثث مالية المكان وعرف ان الموضوع خرج عن السيطرة. السجينة شافتهم وافتكرتهم النجدة، طلعت تجري عليهم وهي بتستنجد وبتقول لهم بسرعة نمشي من هنا الوحش جاي. بس وونج بدون اي رحمة رفع مسدسه وقتلها بدم بارد. دايون والدكتور وصلوا وشافوا الجثة وفهموا ان الناس دول مش جايين ينقذوهم، دول جايين يصفوا الكل. دايون صرخت فيهم وقالت سلموا سلاحكم فورا. راح وونج ضربها هي كمان بالنار وقتلها ببرود تام، وكان بيستعد يقتل الدكتور والباقيين. قبل ما وونج يضرب نار انا دخلت بسرعه ووقفت قدامه ومنعته. وونج استغرب من السرعه دي وقطع هدومي من على صدري، واول ما شاف العلامه والندبه اللي على صدري ملامح وشه اتغيرت تماما، وافتكر ذاكرته رجعت لورا سنين، وافتكر حرب عصابات دمويه حصلت زمان ناس كتير ماتت فيها وانا كنت من ضمن الجثث دي. وونج وقتها امر ان الجثث دي تتنقل للمعامل علشان يتعمل عليها تجارب، ومن وسط كل الجثث انا الوحيد اللي الدواء والمصل اشتغل مع جسمه وتفاعل معاه، بس العلماء ما لقوش
شافوش أي حركة أو نبض، افتكروني ميت وفشلت التجربة، فأمروا برمي للخنازير في مزرعة علشان تاكلني وتخفي أثر الجريمة. بس في المزرعة أنا صحيت فجأة وبغريزة البقاء قتلت كل اللي كانوا هناك وهربت. وقتها فهمت إني ما بقتش إنسان طبيعي، عشت سنين مستخبي وهربان. بس وونج ورجالته قدروا يوصلوا لعيلتي وقتلوا مراتي وابني الصغير. وكل اللي حصل في السفينة ده ووجودي هنا كان خطة أنا رتبتها علشان أوصل للقتلة دول وانتقم منهم. وإحنا واقفين وبنتواجه فجأة ألفا ظهر في المكان. وونج صرخ في رجالته وقال لهم اضربوه في راسه. الجنود فتحوا النار عليه، بس ألفا هجم عليهم وقتلهم واحد ورا التاني بمنتهى السهولة. في الفوضى دي الدكتور والمسجون اللي كان بيخيط له جرحه استغلوا الفرصة وهربوا لسطح السفينة. لقوا الهليكوبتر واقفة، ركبوا بسرعة وحطوا المسدس على راس الطيار وأمروه يطير حالا. الطيار شغل المحرك كأنه هيطير، بس لأنه تابع للشركة وعارف الأوامر إن مفيش شهود يعيشوا، سحب مسدسه وبحركة سريعة قتل الدكتور والمسجون بطلقتين في الراس ورماهم بره. وبكده ما بقاش فيه أي بشر عاديين بقوا عايشين على السفينة. وونج دخل في قتال مباشر مع ألفا وقال له انت كلفتنا فلوس كتير وغالي علينا، بس انا مضطر اقتلك، وعموما عندي بديل ليك. وفعلا وونج قدر يتغلب عليه وبسكنته قطع راس ألفا ونهى أسطورة الوحش اللي محدش قدر عليه. دلوقتي ما بقاش فاضل غيري انا وونج. المواجهة الأخيرة بدأت. كنا متساويين تقريبا في القوة والسرعة، بس وونج كان عنده خبرة عسكرية وتدريب قتالي مديله أفضلية عليا. وهو بيضربني قال لي ببرود مستفز جدا تصدق ابنك كان شبهك قوي وانا بقتله، وانا بضربك دلوقتي بفتكر نفس اليوم اللي خلصت عليه فيه. الجملة دي كانت زي النار اللي ولعت فيا. اتحولت لوحش كاسر من الغضب، هجمت عليه بجنون وطعنته بالسكينة كذا مرة في جسمه، وجمعت كل قوتي وضربته ركلة طيرته في الهواء، كسر سور السفينة ووقع في البحر. أنا نطيت وراه في المية وفضلت أضرب فيه تحت المية لحد ما اتأكدت إن أنفاسه اتقطعت تماما ومات. تاني يوم الصبح أخبار المجزرة اللي حصلت على السفينة بقت هي العنوان الرئيسي في كل قنوات الأخبار الوطنية. في مقر سري بنشوف رئيس وونج وهو رايح يتفقد عينة الاختبار الجديدة في زنزانة محصنة. العالم اللي معاه بيقول له بقلق يا فندم الضغط النفسي والجسدي ده خطير جدا على العينة. بس الرئيس رد ببرود وقال ملكش دعوة، كله تحت السيطرة ومش هنتكشف. بيدخلوا زنزانة ضلمة وفيها طفل صغير مسجون ومربوط، وهنا بتنزل علينا المفاجأة الدموية زي الصاعقة. الطفل ده هو ابني. وونج ما قتلوش يومها زي ما قال، هو خلاه عايش لأن الولد ورث القوة الخارقة مني من لحظة ولادته، وهم محتفظين بيه علشان يعملوا عليه تجارب ويستغلوه. وأنا عشت طول السنين دي وأنا مقتنع إنه مات. في المشهد الأخير بنشوفني وأنا الموج بيرميني على شط مهجور، تعبان ومجهد بس لسه عايش. ببدأ أفوق وأبص حواليا وبكتشف إني أخيرا وصلت شواطئ كوريا الجنوبية. نظرة عيني بتقول إن الحكاية لسه ما انتهتش وإن الانتقام الحقيقي لسه هيبدأ. وهنا بيخلص الفيلم. قول لي بقى إيه رأيك في الفيلم؟ لو عجبك شيره مع أصحابك واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. سلام.